ابوي كوري، امي فيتناميه، مولود بالسعوديه، عشت بالاردن، وهلا دلوقتي عايش بدبي. طول حياتي وانا صغير هلا كان عندي هدف واحد، بس انه يكون لي معامله مواطن عربي، انه مع انه شكلي غير بس انا كنت حاب اكون زي اي عربي ثاني، بس بوجه زي هيك وباسم زي وان هو. الحياه ما كانتش سهله حتى بابسط الشغلات. مرات بكون جعان برفع التليفون اعمل طلبيه دليفري، انا مرحبا، واحد بيتزا مارغريتا، واحد سلطه، واحد دايت بيبسي. ايوه الاسم وان هو. ها وان هو شو؟ وان هو وان هو توت توت توت. حتى ايام زمان ما كان في لا ايفون ولا سامسونج ولا موبايل، كان في حاجه اسمها تليفون البيت، التليفون الارضي. بدك تحكي مع حد ترفع التليفون تطلب البيت، الشخص اللي برد عليك تطلب الشخص اللي بدك تحكي معه. مره بدي احكي مع صديقي عادل، رفعت التليفون رد والده لعادل، بقول له مرحبا عمو، عادل موجود؟ بقول لي عادل موجود بالغرفه. مين اقول له؟ وان هو. حبيبي هو بالغرفه. مين اقول له؟ وان هو وان هو. قال لي حبيبي قلت لك بالغرفه. قلت له سوري عمو انت عم تفهمني غلط، انا كوري مش عربي، اسمي وان هو، مش عم بقول وين هو فينه. قال لي اما انتوا اساميكوا تحفه. يا عادل رد على هذا صاحبك نتنياهو. انا بدي اقول لكم سر تاني، سر صغير. انا بتعرفوا عامل زي ايش؟ انا عامل زي البطيخه، من برا اخضر من جوا احمر. فانا من برا كوري بس من جوا عربي. وحاب اقول لكم انا فخور 100% ان اكون عربي زيكم. فالقصة مرة كنت قاعد عند بيت أصحاب إلي، مجموعة من الناس عم نطلع على الأخبار، فجأة خبر عاجل، تفجير بأمريكا. على طول أصابع الاتهام تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنا بزعل لأنه بكونش في أدلة لسه. فأنا بقوم بين كل أصحابي بقول لهم يا جماعة نحن العرب إذا ما مسكنا إيدين بعض، ما توحدنا، ما لعبنا لعبة الإعلام، وما غيرنا سياستنا الخارجية، ما رح نتطور. فأصحابي بيطلعوا علي، بيطلعوا ببعض، بيقولوا لي وين هو؟ أنت بصيت على شكلك مؤخرا بالمراية؟